دايما كنت لما أخسر أي حد، سواء حد بعد فجأة أو حد عمل لي بلوك أو حتى اختفى من حياتي بكل هدوء، كنت بزعل بشكل مبالغ فيه. وأول فكرة كانت بتيجي في دماغي دايما إن أكيد فيا حاجة غلط، إني معيوب، إني ممل، إني تقيل، وإني أكيد عملت حاجة خلت الشخص ده يبعد بالشكل ده. وكنت بعدها بقعد أستهلك نفسي في التفكير، أعيد الكلام، أعيد المواقف والتفاصيل الصغيرة جدا، وبحاول بأي شكل أطلع بإجابة لسؤال: هو ليه مشي؟ وكنت هنا دايما بتطلع المشكلة إن أغلب الحاجج اللي كنت بطلعها ما كانتش حقيقية، كلها كانت مجرد محاولات من دماغي علشان ألاقي معنى للخسارة اللي أنا خسرتها. لحد ما من فترة بدأت أفكر بشكل مختلف شوية، واكتشفت إن مش كل علاقة بتنتهي لازم يكون فيها شخص مش كويس أو شخص غلط. أحيانا بتكون الناس كويسة فعلا، بس الناس مش مناسبة لبعض. وأحيانا بيكون في حد عنده ظرف، عنده أفكار، عنده مشاكل مش مناسبة ليك تماما، عنده رحلة مختلفة عن رحلتك. وإن فكرة إن كل نهاية لازم نلاقي لها تفسير، دي فكرة مرهقة جدا. مش كل سؤال لازم نلاقي له إجابة، ومش كل باب اتقفل لازم تقعد تخبط عليه عشان تفهم ليه. ويمكن عشان كده الآية دي بتكون مريحة بالنسبة لي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ما تسألش. مش كل معرفة بالنسبة لنا هتكون مريحة، وأحيانا كتر التدوير بيبقى هو أصلا سبب لمشاكل أكتر من الخسارة نفسها أو من الفقد نفسه. أتذكر في مرة من المرات بتكلم مع واحد صاحبي اسمه أيمن، فكان بيقول لي إن هو كان متابع مسلسل، فكرته كانت غريبة جدا. كانت فكرته قايمة على إن في حد يموت. في المسلسل عامة قائم على فكرة إن حد بيموت يتولد مكانه حد تاني، وحد يموت يتولد مكانه حد تاني. وقتها أنا حسيت إن قد إيه المسلسل ده شبه علاقاتنا عامة. كام شخص عدى علينا وخسرناه، وقصاد كده كام شخص دخل حياتنا وغير فيها فعلا. الفكرة إن إحنا أحيانا بنتعامل مع الفقد على إنه نهاية الحياة، مع إن الحياة طول عمرها هي قايمة على التغيير. ناس تمشي، ناس تيجي، ناس بالنسبة لنا كانت مجرد مرحلة، انما مش عمر كامل. واصعب حاجه انت ممكن تعملها في نفسك ان انت تفضل واقف مستني بني ادم مشي. في نفس الوقت الحياه بتحاول تساعدك وتعرفك وتبعت لك ناس تانية تدخل حياتك، ناس جديده بتجارب جديده بخبرات جديده، وانت لسه واقف عند الخساره بتاعتك. يمكن الخساره فعلا بتكون مؤلمه، وحقك ان انت تتوجع من حاجه زي كده، لكن لازم تبقى عارف ان ده جزء طبيعي من رحلة اي انسان عامة. فمن هنا لازم نتقبل ان مش كل اللي بيمشي لازم نرجعه، ومش كل اللي خذلنا لازم نفهمه. واحيانا لازم بدل ما نعيط على اللي مات في حياتنا، نبدأ ندور على مولودنا الجديد.